مرحبا. تخيل أن تكون شابا تتمشى مع أخوك النجم، ويأتي مجموعة من المعجبين، ربما لأخذ توقيع أو مصافحة مع هذا النجم. هذا شيء عادي وروتيني بالنسبة لك، وستكون ردة فعلك عادية. لكن ماذا لو كان أحد المعجبين يحمل مسدسا وأردى أخوك أمام عينيك؟ ماذا ستكون ردة فعلك في تلك اللحظة؟ هذا بالضبط ما عاشه أخ الشاب حسني يوم اغتياله. ولكن السؤال المطروح: كيف وصلنا لهذه النهاية المأساوية؟ خصوصا أن المغتال معروف بحسن السيرة والخلق وليس لديه أي وعداء. حتى نعرف كيف وصلنا إلى هذه النهاية البشعة، لا بد من إعطاء لمحة سريعة عن الشاب حسني وعن عملية الاغتيال، ومن المتورطون في هذه العملية، وهل حقا الجماعات المسلحة هي من اغتالته، أم أن الأمر كان منسقا بين أكثر من جهة؟ وما قصة الفيلم الذي يروي سيرته الذاتية التي جعلت عائلة الشاب حسني ترفع قضية على صناع هذا الفيلم؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الحلقة. نبدأ على بركة الله. حسني شقرون، الشهير بالشاب حسني، ولد في الفاتح من فيفري عام 1968 بحي الصديقية بولاية وهران، وهذا الحي كان شاهدا على ميلاد نجم وشهد أيضا مقتله. ولد في عائلة فقيرة مكونة من 5 أشقاء، وكان والده حداد، لم يكمل دراسته، وكان يحلم الشاب حسني بأن يصبح لاعب كرة قدم، وسعى لتحقيق حلمه وانضم لأحد نوادي الدرجة الثانية بالدوري الجزائري، ثم اعتزل عقب إصابة في الذقن على مستوى الفك السفلي، ثم بدأ في مطاردة حلم الغناء، وبدأ مسيرته عام 1986 بالغناء في الحفلات والأعراس، ثم بدأ في إعادة إحياء أغاني التراث القديم بصوته وأسلوبه الخاص، الأمر الذي مهد له الطريق لقلوب عشاق الراي. ونحن هنا نقصد الراي الأصلي وليس الهراء الذي نسمعه هذه الأيام. كان متوقعا أن يكون قنبلة الموسم، لكن الشاب حسني لم يكن قنبلة عادية، بل كان قنبلة نووية انفجرت دون الحاجة للإشعال. ثم بدأ في إنتاج الأشرطة الموسيقية ليحطم بعدها أرقاما قياسية لغزارة إنتاجاته وألبوماته، إضافة إلى ملايين المبيعات، ليلقب بملك الراي عن جدارة واستحقاق، إذ كانت موسيقاه عبارة عن ثورة في عالم الراي، ولم يستطع أحد زحزحته عن عرشه، لا الشاب خالد ولا الشاب مامي. ولم يتوقف عن إصدار الأغاني حتى في فترة التسعينيات، والتي عرفت بالعشرية السوداء. يعتبر أول فنان يتعرض للقرصنة، فكانت أشرطته في كل محل سواء أصلية أو مسروقة، ولم يكترث لذلك لأن إنتاجه كان غزيرا جدا، لدرجة أنه كانت هناك دعابة مشهورة في الجزائر، وهي إن تحدث شخص عن أغنية للشاب حسني فيرد عليه السامع سائلا: عن أي أغنية تتحدث؟ أغنية الصباح أم المساء؟ كان ينتج ألبومين في يوم واحد، بلغت أغانيه 600 أغنية، وعدد ألبوماته فاق 100 ألبوم بكثير، وهذا عدد هائل جدا مقارنة بسنه الصغير ومشوار فنه القصير الذي لم يمتد سوى ل7 سنوات فقط. الآن سنتوجه لموضوع الحلقة، وهو عملية الاغتيال وتبعاتها. يجب الإشارة إلى أن قصة الاغتيال فيها تضارب في التفاصيل، لكن عملية الاغتيال ثابتة الأحداث. في ظاهرة يوم 29 من سبتمبر عام 1994 نزل الشاب حسني من سيارته، وكان بحوزته كرسي متحرك من أجل أحد جيرانه المقعدين، وأثناء السير في أرجاء حيه توقفت سيارة ونادى عليه ركابها قصد أخذ توقيع أو مصافحة، ولبساطته توجه إليهم رفقة أخيه. سلم عليه الشاب الأول، ثم تقدم الثاني وعانق الشاب حسني، ثم أخرج مسدسا أوتوماتيكيا ووجه رصاصة في رقبته وأخرى في رأسه، وكأنه يريد التأكد من قتله. ولك أن تتخيل هول المنظر وبشاعته، فقد كان مرعبا لدرجة أن أخاه وقع مغشيا عليه من هول الصدمة، ولاذ القتلة بالفرار دون تمكن السلطات من القبض عليهم. وبدأ الجميع في تبادل الاتهامات، ولم تتبنى أي جهة عملية الاغتيالياته، بالرغم من أنها كانت عملية عالية المستوى. يكفي فقط أنه لم يتم القبض على منفذيها. هناك من يقول أن الجماعات المسلحة هي من قامت بها كنوع من التخويف وإقامة الحد، وهناك من يقول أن الجيش هو من نفذ تلك العملية كي يلصقها بهم ويشيطنهم في أعين الشعب.
وهناك رأي ثالث لن يفهمه سوى الجزائريون، ويقول أن المخابرات هي من أرسلت شخصين من الجية أي الجماعات المسلحة لقتل الشاب حسني، لكن لا يوجد هناك دليل قاطع يدين أي طرف. لكن طريقة تنفيذ العملية جريئة جدا ومحكمة بعناية، إضافة إلى أن المرحوم لم تكن له أي آراء سياسية ولم يصنع عداوات، لذلك اغتياله كان صدمة حقيقية للجزائريين. ظهر مقال صحفي يسرد قصة لم يذكرها أحد من قبل، وجاء في هذا المقال أن أمن ولاية وهران هو المتسبب في قتل الشاب حسني، إذ أن عملية الاغتيال تمت بمشاركة امرأة شرطية تعمل في الولاية وكانت تسكن بجواره، وهي من أعطت المسدس للمجرم. وحسب بعض الشهادات فإن قاتل الشاب حسني هو صديق له، وهو من رواد الملاهي الليلية وبطل في رياضة الجودو. غاب مدة عن مدينة وهران ثم عاد إليها بعد أن غير العديد من صفاته وادعى الالتزام والابتعاد عن المحرمات. وحسب ذات الشهادات فإن أمن ولاية وهران يكذب بخصوص اغتيال قاتل الشاب حسني. تركنا لكم المقالة في الوصف أسفل الفيديو. تم إنتاج فيلم سيرة ذاتية للشاب حسني، لكن تلقى موجة هائلة من الانتقادات اللاذعة بسبب الأخطاء العديدة الموجودة فيه، إضافة إلى أن تصريح أرملة الشاب حسني التي قالت أن الفيلم يلطخ سمعة زوجها وسمعتها. صور الفيلم زوجة الشاب حسني على أنها فتاة ترتاد الملاهي الليلية كثيرا، وهذا مجرد جزء بسيط من أخطاء هذا الفيلم. رفع ابنه قضية لمنع عرض الفيلم، لكن خسر القضية، وانتشر الفيلم وكان كارثيا بكل معنى الكلمة على مستوى الأحداث وحتى التنفيذ. ولحد اليوم لم يتم العثور على قاتل الشاب حسني، ولا أحد يعرف لماذا تمت هذه العملية، لكن الأكيد هو أن هناك كثر استفادوا من مقتل الشاب حسني، واغتالوا مسيرة فنية دامت سوى ل7 سنوات فقط. في الأخير انضم اغتيال الشاب حسني لقائمة الاغتيالات التي قيدت ضد مجهول، ولم يتم حتى تقديم كبش فداء كما حصل مع قضية معطب الوناس، لأنه لن تتجرأ أي جهة على تحمل مسؤولية هذا الاغتيال، لأن الشاب حسني عرف عنه الطيبة والتواضع. إلى هنا نصل لنهاية الحلقة، نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، إلى اللقاء.